السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في قلب خير، بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام عليكم. ربنا يجعله شهر عيد سعيد عليكم يا رب. النهارده هنعمل وصفة بقى ايه، وصفة جميلة جدا جدا للشعر الأبيض. الدور اللي فات عملت لكم وصفة للشعر اللي هو اللي الهايش، وصفة لتنعيم الشعر وكمان وصفة لتفتيح البشرة. النهاردة بقى هعمل لكم وصفة للشعر الأبيض اللي هو شيب الشعر. يا جماعة أنا عارفة إن انتوا كلكم بتعانوا من شيب الشعر. فالنهارده اعمل لكم وصفه برضو حلوه واحسن من الصبغات كتير كتير كتير، وان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه حلوه. قبل ما نبتدي الوصفه بتمنى اللي ما اشتركش في القناه يلا بسرعه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله، واضغط لايك عشان الوصفه بتاعتي توصل لاي حد مثلا عنده المشكله دي ويعملها، يعني يجربها ويقول لنا رايه فيها. انا معايا النهارده الحنه دي اللي هي الحنه الجاوي، اللي هي الحنه بتاع الافراح، زي الحنه اللي احنا بنجيبها للعرايس هنا يوم الحنه وبنعجنها. دي يعني هي عامله عندي، كانت عايزه تعملها على شعرها، فلقيت شعرها اللي هي الصبغه بتسحب بسرعه على الشعر، فاللي هي زهقت اصلا من الالوان اللي هي الصبغات وكده، وكمان كتر الصبغات على الشعر بتبوظ الشعر. فانا قلت لها بقى ايه، الحنه دي جميله جدا وبتجيب نتيجه حلوه وبتغذي وبترطب الشعرايه. الحنه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. اجري يا شمس سكين. شمس هزت الجهاز وهي ماشيه. دي الحنه اهي. دي الحنة ده اصلا بطبيعتها من غير اضافات بتحسن الشعرايه وبتغذي فروه الشعر وبتمنع القشره وبتغذي الشعرايه وبتدي لون للشعرايه وكده، وبتطول برضو الشعر. يعني هي اصلا لها فوائد من غير ما انا احط عليها اضافات. القهوه كلنا عارفين ان القهوه برضو ليها فوائد كتيره جدا جدا برضو على البشره وعلى الشعر. لذلك بتضاف في اللي هي حاجات كتير للشعر وللوش. القهوة بتدي ريحة كمان حلوة. وكمان بقى هنا برضو معانا شاي تقيل بدون سكر. معانا هنا شاي بدون سكر، شاي تقيل، شايفين تقيل ازاي؟ اسود. وهنا برضو هنا شويه كركديه كده، كنت عامله كركديه، كان ضغط واطي وعملت كركديه امبارح بالليل بعد ما فطرت. وسبت الشويه ده، قلت بقى ايه اعمل بهم برضو، هضيف برضو شويه. ومعانا هنا البيضه. البيض جميل جدا، وناس سامعه الناس بتقول لي البيض هيبقى زفر. البيض هيبقى زفر، بس هو القهوه مع الحنه، ريحه القهوه مع الحنه هتغطي على زفاره البيض وعلى زفاره البيض. وكمان انت هتغسليه بالشامبو بقى، وانت بتغسلي الحنه هتغسلي شعرك بشامبو وبلسم، ان شاء الله الريحه هتروح، ما عادش هيبقى فيه ريحه خالص. الليمون كمان بيعزز الحمار، بيخلي الحمار بتاعه يبقى داكن، حمار الشعر بيبقى داكن اهو. ونقطة الخل، هي كانت نقطة آخر الإزازة، ولكن احنا ايه هنحطها برضو. الخل جميل برضو، في ايه الخل بيحوش القشرة بتاع الشعر، بيقضي على قشرة الشعر. هبتدي بقى ان انا اعجنها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هلخبط ال القهوة في في الحن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعملها النهارده دلوقتي يا جماعه، احنا ساعه صلاه الظهر اهو. بس هو حد متوفي الله يرحمه يا رب وجعل مثواه الجنه. دي بقى ايه اللي هسيبها لما بعد المغرب ان شاء الله، بعد ما افطر ان شاء الله هتيجي ايه، هتيجي اللي هي تعملها.
نحط بقى الليمونه. الليمون برضو جميل كويس. نحط كمان ده. روح يا شمس لو في كركديه جوه هاتيه، ولو ما خد الكوبايه هاتي فيها كركديه، ولو ما فيش كركديه هاتي فيها ميه. انا كان ممكن ازود الشاي ميه او الكركديه، بس انا حبيت احط الحاجه خام قدامكم كده، ما حبيتش ان انا ازود. قلت انا كده كده ايه لو احتجت هزود، هسيب الحاجات اللي معايا خام يعني الشاي والكركديه، ومش عارفه اللي هو يحتاج ميه طبعا قد ايه. احنا هنقعد نعملها كده لحد ما هي ايه تبقى حلو. الملمس هتشوفوه معايا دلوقتي. طبعا الليمون برضو بيحوش ريحه الزفاره. اهي لقت الكركديه. الشمس بتقول لي ريحه الحنه جايف، ما بتحبش ريحه الحنه اللي هي البلدي، الحنه البلدي بتاعتنا اللي احنا بنعجنها هنا. بس هي ريحه الحنه دي جميله طبعا. ريحه الحنه دي لها ناس بتحب مخصوص ريحه الحنه. انا بحب ريحه الحنه طول عمري، بحب الحنه دي. وطبعا انا بحبها عشان سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كان بيحب الحنه دي وهو كان بيتحنى منها عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا عليه افضل الصلاه والسلام. هاتي كمان ميه يا شمس، هات شويه ميه بقى اما نكمل بنقطه ميه. الحنه بقى دي يا جماعه اللي عايز يجيب حنه صحيح واتبسط بيها، الحنه اللي بتيجي من السعوديه ومن ليبيا. الحنه اللي بتيجي من ليبيا ومن السعوديه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. كان عندي برضو عميله كانت جايبه حنه وهي جايه من السعوديه، كانت بتعمل عمره ومسافه منى عملت لها بس وهي جايبها لي معجونه. انا قلت لها على طريقه العجن بتاعتها وعجنتها وجابتها لي، كانت ما شاء الله اللهم بارك. ايدي دي كانت حمرا حمار ناصع، حمار نبيتي كده. مجرد بس لما انا وزعت لها الحنه على شعرها بس كانت الحنه حمرا جدا. طبعا بتتحط على الشعر وبتبات عليه. هبقى اوريكم برضو وانا بوزعها على الشعر. والله العظيم ريحه كل الريحه اللي طالعه معايا دلوقتي الليمون، ريحه الليمون والحين. انا عايزاها اصلا طريه عشان لسه بالليل كده تكون هي بتشد وبتشرب الميه بتاعتها، فاما اجي اعملها بعد المغرب الاقيها اللي هي طريه مش اللي هي ايه ما لقاهاش ناشفه يعني، واضطر ان انا اعجنها تاني. فان انا اشتغل على طول، انتوا عارفين اليومين دول بيبقوا شغل واللي مش بفضى يعني، فانا عايزاها تبقى جاهزه معايا. بس هي يا جماعه على فكره عشان هي مشريه من هنا ما هيش برضو اللي هي بتدي الحمار اللي انا عايزاه، بس هي برضو بتحمر الشعر. بس لو جيت تعمليها على ايدك على ضوافرك او على ايدك مش هتحمر يعني. حط لي كده ان هو اسرائيل يلا كده معلقه قهوه، هات كده عشان انت دراعك. خد شوية قهوة.
انت جايبه ميه ساقعه؟ مش قلت لك ميه من الحنفيه؟ ساقعه بقت ايه؟ حطيت كمان شويه قهوه اهو، مفيش فيها لا ريحه زفاره ولا اي حاجه. لو انت بقى عملت كده وعملته بقى ايه اللي هو الموز بالبيض وحطيته برضو على شعركم، دي اللي هو بيبقى ايه، خليتها سايبه اهي. شايفين الكاميرا جايبه؟ ساعة ما بتخمر بقى بتحمر. في ناس بتحط عليها دم الغزال، بس ما ينفعش تحط دم الغزال بقى. ليه؟ كل شويه هينزل، هيعكلك الدنيا وهيعكلك البلاط وهيعكلك هدومك وهيعكل فوط وهيبوظ الدنيا خالص. فانا مش بحط، لان كده كده اللون اللي هو محطوط هينزل، بس هينزل بقى ايه، بيوسخ الدنيا، فما ينفعش. فهو الاحسن كده الحاجات اللي هي ايه نستفيد بيها. احنا مش هنستفيد بدم الغزال حاجه، احنا بنستفيد بقى بالحاجات الطبيعيه، الاعشاب الطبيعيه دي. مش عايزين لون، احنا هو كده كده هو هيجيب الحنه هتجيب اللون. هي ابتدت اللي هي برضو الصور، شايفين دي من دي جابت لون برضو اهي. ايدي الطبيعيه دي ايدي اللي انا عجنبها الحين، وبالليل كمان هتجيب اللون اكتر ان شاء الله. اوريها لكم بعد ما اعملها، واعملوا حاجه طبيعيه وحاجه مش هتغرمكم كتير وتغنيكم من الصبغات وكده يعني. احنا يا جماعه احنا بقينا النهارده المغرب، لسه رباك مصليه دي المغرب دلوقتي. وشايفين الحنه، شايفين اصلا الحمار اللي نازل منها، شايفين الكيس عامل ازاي، اللون بتاعها اختلف تماما. يلا بينا بقى نحطها، نازلين المحل اهو، نحطها على الشعر وهنشوف بقى تتحط على الشعر ازاي. شايفين بقى الشعر الابيض اهو، هو بقى هيتحط عليه الحنه. طبعا اللون بتاعها هيتغير خالص والشكل هيختلف، وكمان الحنه هتغذي الشعريه وهتغذي الفروه وهتحسن برضو الطول والملمس، ولو في قشره هتحش. حاول ان انا بقى ايه اوزعها كده اهو. خلص خالص بقى توزيع زي ما انتم شايفين كده، وارجع لكم تاني بعد ما وزعت اهو. وزعته طبقات طبقات بحيث ان هو كل الشعر ياخد في الحنه، كل الشعر يستقى حنه، سواء الابيض او الاسود او الالوان برده اللي هي الصبغات اللي هي الالوان اللي كانت محمريه في الشعر دي زي ما انتم شايفين. شوف بقى ايديا الاثنين بعد الحنه واخدت اللون ما شاء الله جميله ازاي. كده بقى هتلبس كيس، هلبسها كيس وهتفضل لبكره ان شاء الله. وبعد كده الصبح بقى تغسله، هتلاقي كل الالوان واخده من الشعر، حاجه امنه وصحيه. بتمنى الوصفه دي تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وبتمنى كمان اللي ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعل الجرس واضغط على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو او وصفه بعملها وبنزل. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده يا حبايب قلبي بعد ما روحت وبقت الحنه باتت عليه ليله كامله، وجت لي تاني يوم اخر النهار. وشايفين الشعر زي ما انتم شايفين كده، وطبعا لسه كمان لسه منضفش قوي، لسه عايز كذا غسله كمان عشان ينضف من الحنه. بس انتم شايفين اللون جميل جدا، هو لسه فيه من فوق كده بعد شعريه، بس ده لكثافه الشعر ما شاء الله. ان شاء الله بعد كده او لو حد فيكم جاي يعمله يقسم الشعر لاربع اجزاء عشان الحنه توصل لكل الشعر. بس الحمد لله احنا وصلنا لنتيجه حلوه جدا جدا.